ويحتمل. ثم قال: وعلى هذا يكون مراد الناظم رد قول الحكماء أن الموت بمجرد اختلال نظام الطبيعة، وأما أصل وقوع الموت فليس مراد الناظم النص عليه، لأنه لا يشك فيه عاقل لكونه مشاهدا. لا أرى تعارضا، كلها أسباب. يعني هو حتى ملك الموت المسمى عزرائيل عليه السلام، طبعا لا يثبت في الحديث أن ملك الموت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عزرائيل، ولكن أصبح روي عن ابن عباس وأخذ من الإسرائيليات وانتشر عند علماء الأمة قاطبة وسلموا بهذا الاسم، فلا بأس بذكر أن اسمه عزرائيل، ولا ننكر على من يقول ذلك، لكن هو ملك الموت. يعني ملك الموت أو السكين في الحقيقة التوحيدية التي درسناها هناك فرق. وما الأسباب؟ يعني ملك الموت لا يقتلك ولا يميتك إلا بإذن الله، والسكينة أيضا لا تميتك إلا بإذن الله. ولكن الله تعالى إذا أرسل ملك الموت فأذن بموتك، انتهى. بخلاف الأسباب المادية كالسكين، يعني إذا ضربك بالسكين قد تموت وقد لا تموت يعني. ولكن شاءت حكمة الله تعالى أن جعل علاقة عادية بين الأسباب والمسببات. فالموت له صورة وله حقيقة. فالصورة هو اختلال النظام البدني، تقطع راسه يموت، انتهى. لأن الروح لا تستقر في بدن مختل نظامها، هذا في حكمة الله تعالى السببية العادية. لكن لو أراد الله تعالى أن يبقيك حيا بعد قتل رأسك يبقيك حيا، بمعنى تتحرك والرأس يطير، هذا لأنه من الجائز العقلي، ولكنه مستحيل عادة. إذن فالسبب الظاهري هو اختلال البدن، ولكن السبب الحقيقي لن يكون الفناء إلا إذا قبض ملك الموت روحك، سواء اختل البدن أو لم يختل البدن. فالأصل هو ذهاب الروح. الأصل ماذا؟ هو ذهاب الروح، لأنه نحن لا نربط. لماذا قلنا اختلال البدن حكم عادي؟ ما الدليل على ذلك؟ وليس حكم عقلي أو شرعي. ما الدليل؟ بدليل شاب قوي يرقد لبس عليه يقوم ميت. إذن ليس اختلال البدن سبب عقلي أو سبب شرعي يعني يقتضي بالضرورة الموت. قد يموت من كان سليم البدن. هذا مراد المصنف. ثم قال: قوله ويقبض الروح رسول الموت، أي وواجب إيماننا أيضا بأنه يقبض الروح رسول الموت، أي يخرجها من مقرها بإذن الله تعالى. وسيأتي الكلام على الروح عند قول الناظم: ولا تخذ في الروح إلى آخره. ورسول الموت هو سيدنا عزرائيل عليه السلام، ومعناه عبد الجبار، وهو ملك عظيم هائل المنظر مفزع جدا، رأسه في السماء العليا ورجلاه في تخوم الأرض السفلى أي منتهاها، ووجهه مقابل اللوح المحفوظ، والخلق بين عينيه، يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون غيره، وله أعوان بعدد من يموت، بل أكثر حسب الأحاديث، أعوان أكثر من عدد البشرية، بعدد من يموت، ينزعون الروح حتى تصل إلى الحلقوم فيأخذها بيده، تنزع نزعا، وكما ترون يعني تخرج يعني من الرجل، فلذلك البرودة تبدأ من الرجل. نعم. ويتبعها البصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تسدنا صالح ما أعطيتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وألف قول الناظم الروح للاستغراق، أي ألف واللام، ما تأتي للعهد والذكر والاستغراق. هنا أي استغراق كل الأرواح، أي يقبض رسول الموت كل روح فتدخل أرواح الثقلين الإنس والجن، ولو أرواح الشهداء برا وبحرا
وأرواح الملائكة حتى روح نفسه أي سيدنا عزرائيل. وقيل القابض لروحه هو الله تعالى. وتدخل أيضا أرواح البهائم والطيور وغيرها ولو بعوضة، فهو القابض لكلها كما ذهب إليه أهل الحق. كل ذي روح مما خلق الله تعالى وسيخلق، مما نعلم ومما لا نعلم، ومما نشاهد ومما لا نشاهد، يقبضها ملك الموت مع أعوانه. ولمباشرة ملك الموت لقبضها أسند إليه التوفي، كما في قوله سبحانه وتعالى، طبعا مجازا لا حقيقة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولمعالجة أعوانه نزعها من العصب، ولمعالجة أعوانه نزعها من العصب والعظم والعروق أسند إليهم التوفي في قوله تعالى توفته رسلنا، لأن الملائكة مرسلون من عند الله تعالى. وأما إسناد التوفي إلى الله تعالى في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها فلأنه الخالق لذلك حقيقة. فائدة مما يسهل الموت وجميع ما بعده من الأهوال ما ذكره الإمام السنوسي وغيره من صلاة ركعتين ليلة الجمعة بعد المغرب، يقرأ بعد الفاتحة سورة الزلزلة 15 مرة، وروي أن سورتها تعدل نصف القرآن. كله لا يثبت من حيث الأسانيد على طريقة المحدثين، هذا كله لا يثبت، ولكن أهل العلم وهم أهل المعرفة وأهل الحقيقة والكشف فقالوا ذلك، ونحن نحسن الظن بهم فتفعل. والذي نعلمه حسب ما جمعه الإمام السيوطي في كتابه، له كتاب على الموت. وليد ما اسم الكتاب؟ الإمام السيوطي في ذكر الموت، شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور. هذا الكتاب جمع فيه تخفيف الموت، يعني شوفوا من خفف على العباد خفف الله عنه. هذا القانون الإلهي، هذا القانون الإلهي كما تدين تدان، وكما تحب أن تعامل الخلق يعاملك الحق عز وجل. من هنا العبد الضعيف آليت على نفسي أنني إذا وجدت قولا لا يخرج من المذاهب الأربعة، ولو كان القول مرجوحا، ولو كان القول مرجوحا، ما دام القائل به من أهل الاجتهاد، من أهل الاجتهاد، يعني مثلا من أصحاب الإمام مالك بن الماجشون وعبد الله بن الوهب، ممن جمع بين الفقه والحديث، أو كأبي يوسف القاضي والإمام محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة، أو الإمام الطحاوي أو الإمام النووي. أنا ليس كل قول ذكر أيضا في كتب المذاهب الأربعة، هناك أقوال شاذة وضعيفة جدا ومنكرة ولا دليل لها لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس. المهم قول له اعتبار، قول له اعتبار بسبب قائله في إمامته ولأن له دليلا، ولكنه الأيسر في أي أحد المذاهب الأربعة فإني أفتي به تيسيرا على الأمة. وهذا المنهج رأيت عليه شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى، كنت معه في الحج فكان يفتي على المذاهب الأربعة وبأقوال المذاهب الأربعة، فلما سألته أجاب بأن الحج افعل ولا حرج ما دام قول موجود عند أهل السنة. وكان الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى يسمى معناها أبو حنيفة الصغير لإمامته. وطبعا هو ما كان يدرسنا في السنة الأولى في السنة الثانية والسنة الثالثة، فكنا 3 سنوات ننتظر بالشوق نسلم عليه
ولا نحظى بدروسه، حتى للسنة الرابعة بدأ يدرسنا، وكان يدرسنا الفقه الحنفي رحمه الله تعالى. وتدرون كيف مات؟ مات وهو يقرأ القرآن رحمه الله تعالى. اللهم إننا أحببناهم فيك ولسنا أهلا أن نكون مثلهم، اللهم فاجعلنا معهم بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأذكر مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله قصتين أساسيتين. القصة الأولى، مرة طلب مني أن أقرأ من كتاب تعليل المختار، فكنت أقرأ والشيخ نام في الدرس، وهذا كان في السنة الرابعة. فأنا وصلت القراءة لم أعلم، لكن هو لما استيقظ أعاد ما قرأته عليه من الكتاب، أعاده من حفظه بحرفه ولفظه. إمام من الأئمة. والمرة الثانية هي أنه سألني قال لي: ما حكم حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد؟ فقلت له: هذا حديث رواه الطبراني وفيه عبد القدوس وأبوه كذابان والحديث موضوع، أما ولا عال من اقتصد فأخرجه أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح. فتبسم لي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذا قوله وميت بعمره أي وواجب إيماننا أيضا بأن كل ذي روح يقتل أي يفعل به ما يزهق روحه ميت بانقضاء عمره، وهذا هو مذهب أهل السنة. فعندهم كل مقتول ميت بسبب انقضاء عمره وحضور أجله في الوقت الذي علم الله في الأزل حصول موته فيه بخلقه تعالى من غير مدخلية للقاتل فيه، وإنما وجب عليه القصاص نظرا للكسب فقط. وهنا لطيف علينا أن نفهمها. يعني سيد علي رضي الله عنه كان يعلم أنه سيموت مقتولا، والأحاديث في ذلك صحيح، حتى أنه مرض مرضا شديدا يعني. فقال له أصحابه: لو أرجعناك إلى المدينة لتدفن بجانب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن حالتك حالة موت. قال لهم: لن أموت في مرض هذا. لا يعلم الغيب هو، لكنه متيقن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرني أمرين: أني لن أموت حتى أتأمر على المسلمين، وأن أموت مقتولا. بل أكثر من ذلك هم يعرفون قاتلهم، ولكن لما يأتي أمر الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الله من شدة حبهم ولقائهم لله يعني يشتاقون إلى الموت، يتمنون الموت. طبعا هذه ليس حالتنا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولكنه لولا أن الله حرم الانتحار وهو سوء خاتمة لانتحر من شدة الشوق إلى أن قال تعالى. والله تعالى إذا أحب عبدا أوحشه من اثنين: أوحشه من الخلق فيسلط ألسنتهم عليه من المقربين قبل الأبعدين، ويوحشه من الدنيا فينزل عليه المصائب. يهزك تهبط الأخرى، يهزك تهبط الأخرى. علاش؟ حتى يرق القلب ويتذكر الآخرة. هذا إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وعندنا أهل السنة أيضا أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذاك الوقت وأن لا يموت فيه، لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله في حقيقة الأمر ذلك، ويحتمل أن لا يموت فيه إن كان عمره في علم الله أكثر من ذلك. يعني في النهاية العمر الذي أراد أن يقول هو بأجل حسب القضاء المبرم،
فإذا جاء الأجل المراد به في الآية هو القضاء المبرم. وما ذكرناه من التجويز والاحتمال يعني لزيادة التأكيد إنما هو على فرض عدم قتله. معنى لو تأخر القاتل بدقيقة لوجدك ميتا، تأكيدا على أن الوفاة ليست تعود إلى الأسباب المادية الظاهرية، وإنما هي إلى أمر الله وإرادته وقضائه المبرم. وإلا فقد ظهر بقتله أن الله سبحانه وتعالى علم موته في ذلك الوقت فلا يتخلف. رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. وقوله وغير هذا باطل لا يقبل اسم الإشارة فيه عائد على ما تضمنه الشطر الأول من مذهب أهل السنة، وهو أن من يقتل ميت بانقضاء عمره، وهو أن من يقتل ميت بانقضاء عمره، وغير هذا هو ما خالفه كمذهب جمهور المعتزلة، وهو أن القاتل قطع على المقتول أجله بالقتل، لا جاء أجله، وأنه لو لم يقتله لعاش قطعا إلى أن يتم أجله الذي علم الله موته فيه. وأشار الناظم إلى رد ما خالف مذهب أهل السنة بقوله باطل أي غير مطابق للواقع لمنافاته للقواطع أي من الأدلة السمعية النقلية التي لا تقبل التأويل، وقول لا يقبل أي عند العقلاء المتمسكين بالحق، والله تعالى أعلم. كم بقي على صلاة المغرب؟ 3 دقائق يكفي هنا في العقيدة. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.